بيقولوا لي لا تعذبي حالك، تسكرت الابواب كلها بوشك، عندك حل واحد تروحي بتاخدي فيه حكم محكمه. ليش ما بتعلنوا العالم على الشغلات المخالفه مشان ما نقرب عليها والرواتب المتقاعدين لهلا ما قبضنا. هلا نحن نازلين يوم على الشارع لنشوف شو عندكم قصص، شو عندكم مشاكل، بركي بتنحل. شو عندك قصة تحكي لنا اياها؟ أهم مشكلة مو بس أنا بعاني منها، أكيد أكترية المواطنين السوريين هي العقارات. يعني أنا بايعة بيت بأيام النظام، القصة تقريبا صار لها شي سنتين، وإجينا لنفرغ يعني بيع قانوني نظامي. جينا على الفراغ على المالية، قال طالع قرار إنه إذا بناء عليه مخالفة بيضربوا البناية كلها. يعني أنت ممنوع تشتري، أنا مالي عرفانة إنه البناية في عليها مخالفة، هي المخالفة ما بتخصني إلي، مو ببيتي اللي اشتريته. تحت البيت في محلات مخالفين. طيب أنا شو ذنبي ما تفرغوا لي بيتي وتحملني ذنب أنا ما إلي؟ قولي لا تعذبي حالك، تسكرت الأبواب كلها بوشك، عندك حل واحد تروحي بتاخدي فيه حكم محكمة. انه حكم المحكمه كانك يعني ثبتي البيعه، بس هاد مو صحيح. انا صح اخذت حكم محكمه فيه، بس كمان القاضي طلع لي روحي لعطاني حكم المحكمه. يعني بتحسه هو عم يعطيني اياه وهذا حقي. خايف. ليش خايف؟ قال لانه البناء كله مخالف. طب انا شو ذنبي بالمخالفه؟ يعني انا اشتريت ومالي عرفانه انه انتم مفروض انا وقت بدي فوت على السجل العقاري اشتري هذا البيت تورجوني انه عليه مخالفه، او تقولوا لي اختي لا تاخذي لانه هذا مثلا. انه ليش ما بتعلنوا العالم على الشغلات المخالفه مشان ما نقرب عليها وننضر مع الناس اللي ضرتكم. يعني انا ما ضريتكم بس ضريتوني معكم. المهم اخذت حكم محكمه، هلا بدي ثبته. يعني هلا طبعا هلا الحكومه الجديده انا بتمنى عن جد انه يطلعوا على الملفات العقاريه ويزبطوا لنا الامور. هلا لك عم تجي لجان من عندهم. يعني ما بعرف انا، بس انا مو عاجبني الوضع بصراحه، انه بيهدوا دغري. ما بيصير هذا الحكي. في ناس سكنت، في ناس قاعده، في ناس من قبل ما انتم تجوا هي عامله مخالفات. يعني هذه الطريقه ان نهد فوق اغراض العالم. يعني شو بدي اقول لك؟ ظلم. ما عليه، انت اعطيني انذار لبين ما انا افضي لك ولاقي قرنة اسكن فيها، وانت بعدين هد انا معك. اذا شيء مخالف لا مثلا اخذ من ارصفه الدوله اوكي، بس هذا مثلا عامل سطح من قلب بيته، يعني هو ما رح ياثر عليك. انا ليش عم بحكي بشكل عام؟ يعني هي القصص اللي عم تروح السياره هلا لتجي تهد فوق اغراض العالم، حقيقي ما يعني الطريقه ما فرقت شيء. يعني انا وقت بدي اظلمك في بهدوء، في بلدية، في انذار، واحد اثنين ثلاثة أربعة بعطيه خبر، وإذا ما امتثل أو في تسوية. يعني أنا تكلفت مثلا حطيت عمار سطح ولا أنا تكلفت تجي تهد هيك فوق راسي هيك، يعني إنه أنت شو استفدت بالهد؟ لا. في العمار كان تسوية. قديم. قديم طبعا. يعني هلا هون ما عم يخلوا بصراحة لا القديم ولا الجديد. يعني حقهم. هلا في ناس بقول لك بهاي الفترة تبع عمرت. لحقت عمرت، قول هذا يصطفلوا حقهم. يعني في شيء قديم طبعا، وهن اعلنوا انه كل المخالفات حنهدها. ما بصير انت تقول كل المخالفات انا بدي هدها. في تسويه. هلا حتى الدولة سابقا كان في شيء اسمه تسوية، بس كانوا لسه ما عم عالنين عنها، يعني مو حاطين للمبلغ. وانا حبيت البيت واشتريته، اصلا هو حسب مصرياتي، يعني مو قصة انه عجبني او ما عجبني، حسب المبلغ اللي الموجود معي. هلا ما انفرغ. ما انفرغ، اخذت في حكم محكمة وما تثبت. مرقت هلا على المالية من فترة مشان نشوف هلا انه بركي في. قال ما اختي ما في لسه شيء انه. طيب انا بدي ثبت البيعة. انا مشان لانه معلش هلا انا بالنهايه بعد عمر طويل انا ولا الاب هدول حق الاولاد. يعني انا هلا مثلا حابه اني اقسم هالحصص قبل ما اموت واعمل حق الانتفاع لي. انا ما فيني اتي باي حركه اذا ما مبنى العقارات اصدرت لي شيء انا تساعدني فيه. فانا بتمنى الملف العقاري ياخذ كتير اهميه من ناحيه الهدم، من ناحيه ويفضل تسويه. إذا هذا اللي عمر بيقدر يعطيك وما مأثر. انتبه، أنا ما بقصد إنه والله يطلع برصيف، لا لا لا، ما بيأثر على أملاك العامة أو الأملاك الدولة، إيه ليش لا؟ والرواتب المتقاعدين لهلا ما قبضنا.
بصراحة، وهن كلهم محرزين يعني 200 ألف راتب، 225 ألف تقاعدي بعد خدمة 35 سنة. مشكلتي مو هون، أنا ما باخدهم بصمدهم كل شهرين لأنه مشان يصيروا محرزين. سقط النظام إلى الآن، كل ما روح شوف العالم، بس حط الكاميرا هونيك. لا ما طبيعي يعني. كمان هذا الشيء رواتب. انت نزلت لي اسعار، انا اذا الجمل بقرش وقرش ما في، انا شلون بدي اشتري؟ انت اليوم عم ربطة الخبز حق 4، منين بدي اجيبها؟ في اشكالية بالرواتب، بعطي منحة، بوزع شيء، دبروا حالكم. بتمنى لسوريا كل خير، وللشعب السوري اللي صبر صبر وصبر وصبر. يعني أعظم شعب يشهد الله، ما حدا صبر قد هالشعب بكل الآلام. يعني أنا بقول لك آخر شيء، سمك البحر أكل من لحمه للسوري وقت غرقوا. خلص هلأ خلينا ننهض مع بعضنا، نتسامح، نتحاور، نشوف مشاكلنا. كل منطقة معلش تعمل لجنة من الشعب نفسه، تمام، من نفس المنطقة، وشو في مشاكل يوصلوها للقيادة، نحاول نحل قدر الإمكان.